مرحبا بكم مشاهدي كورونا نيوز تي في. موضوع اليوم يكتسي أهمية كبيرة. كان المغرب قد قطع علاقته الدبلوماسية مع إيران وغلق سفارتها بالرباط، لأنها من خلال ذراعها حزب الله اللبناني تساند الكيان الوهمي البوليزاريو. وهو ما ثبت من خلال عدة جهات أن إيران في الجزائر عبر واسطتها أي حزب الله في الجزائر تقدم دعم عسكري ولوجستي للبوليزاريو وتدريب عناصرها على الحرب ودعمها بالأسلحة. في هذه الحلقة سنستضيف الكاتب والصحفي عبد النبي الشراط، المتخصص في الشؤون الدينية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. في البداية، مرحبا بكم أستاذ عبد النبي الشراط. أهلا وسهلا مرحبا. شيعة المغرب من هم؟ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل محمد. أولا أنت طرحت في تقديمك موضوع سياسي قد لا تكون له علاقة بالموضوع الأساس الذي ترغب التحدث عنه. أليس هناك تداخل ما بين الدين والسياسي؟ أجيبك لاحقا. المغرب قطع علاقته مع إيران بداية منذ الإطاحة بشاه إيران محمد رضا بهلوي، وقد استضافه المغرب بعد ثورة الخميني سنة 1979. وبطبيعة الحال الحكام الجدد في إيران يعني كان لهم رأي وعادوا المغرب وشنوا حروبا كلامية على المغرب في عهد الملك الحسن الثاني رحمه الله. يعني القصة تبدأ من هنا. بعد سنوات أو قبل أن نصل إلى هذه السنوات، كان الملك الحسن الثاني رحمه الله قال في تصريح أو خطاب: إذا كان الخميني مسلما فأنا كافر. وبطبيعة الحال السياسة دائما تختلط بالدين، والدين دائما يفرض عليه أن يختلط بالسياسة. بدأت القصة هكذا. بخصوص سؤالك، يبدو أنك تتحدث عن قطع العلاقات المغربية الإيرانية في 2009. أنا كنت كتبت مقال في 2009 في قطع العلاقات المغربية الأولى، وبعدها في 2016 أعتقد. كان تحدثت فيه عن أسباب قطع هذه العلاقات والتوترات التي حصلت بين المملكة المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية في إيران. في 2009 طبعا حصلت مشاكل متعددة، منها أنه كانت السلطات المغربية شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف من لهم علاقة بالشيعة والتشيع، ولكن كانت اعتقالات خفيفة وطفيفة، لأنه لم تصدر أحكام ولم فقط كانت أسئلة تطرح على الناس وبعض الاعتقالات في مخافر الشرطة ومفوضية الشرطة إلى آخره، وانتهت القصة. الأزمة الأساسية بين العراق وإيران بدأت حينما تقدم مواطن عراقي بشكوى للسلطات المغربية بعد تغيير النظام، طبعا بعد الإطاحة بحكم البعث بقيادة الشهيد صدام حسين الله يرحمه.
تقدم هذا المواطن العراقي بشكوى يقول فيها أنه المدرسة العراقية بالرباط إدارتها الجديدة تفرض على التلاميذ التشيع وإلى آخره. طبعا السلطة المغربية بحثت في الموضوع، وبعد ذلك صدر قرار من وزارة التعليم بإغلاق المدرسة العراقية في الرباط، علما أن هذه المدرسة كانت على طول زمن حكم البعث بشكل عادي، ولم يحدث أي مشكل. لم يحدث أي مشكل بين المدرسة العراقية والمملكة المغربية. هذا واحد. الثاني أنه العلاقات المغربية الإيرانية دائما تعرف مدا وجزرا، وأنا أتوقع الآن أن العلاقات المغربية الإيرانية ستعود بشكل طبيعي وبدون مشاكل، لأنه الإخوة في إيران لابد أن يستفيدوا من الدروس، ولا بد أن يستفيدوا من الوضع الذي يتحكم المنطقة سواء في الماضي أو الحاضر. وعلى الإيرانيين وعلى الحكام الإيرانيين أن يفهموا بشكل واضح أن المغرب دولة عريقة ودولة مستقلة لا يمكن لها أن تتأثر بالتأثيرات الخارجية. العودة لسؤالك، أرجو أن تذكرني. من هم شيعة المغرب؟ من هم شيعة المغرب؟ هو المشكلة هو أن 90% تقريبا من المغاربة لا يعرفون أن المغرب بلد شيعي في الأصل. كيف ذلك؟ أنا أفسر لك. قلت في تصريح سابق أو حوار سابق مع أحد القنوات أن جميع المغاربة شيعة بالفطرة، حتى الملحدين منهم، مش السنيين فقط، حتى الملحدين منهم، يعني جميع المغاربة بالفطرة. قبل مجيء المولى إدريس للمغرب كانت هناك 5 إمارات في المغرب، وهي 5 إمارات إسلامية طبعا، منهم البرغواطيين والصناجين وغيرهم. وفي هذا بعد مجال وللعلم فإن المغاربة الأمازيغ لم يخضعوا أبدا للغزو العربي لجميع الحجاز طبعا، وكانوا يدخلون في الإسلام ويخرجون 13 مرة، والمغاربة يعتنقون الإسلام ثم يخرجون منه. علاش؟ لأن العرب الذين جاءوا من الجزيرة العربية لا علاقة لهم بالإسلام، ولا علاقة لهم بالدين، ولا علاقة لهم بالسياسة أصلا، لأنه لا يمكن أن تقول أن هذا الدين المحمدي النظيف جاء ليخرج البشرية من الظلمات إلى النور، ثم يأتي أقوام فيغزون بلدا فيسبون نساءهم وأطفالهم ويحتلون أرضهم ويقتلون رجالهم، ثم يقولون أن هذا إسلام. الإسلام لم يفرض بالسيف بالأساس، وأنت تعرف أن الإسلام يعني في الدول في حال أندونيسيا، ماليزيا، باكستان غيرها، أن الإسلام انتشر فيها عن طريق التجار المسلمين.
بالدعوة والمعاملة الحسنة وإلى آخره. ولكن البلدان التي غزاها العرب باسم الإسلام ظلما وعدوانا لا علاقة لهم بالإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله. ولذلك الأمازيغ المغاربة الذين كانوا يعبدون الأوثان وإلى آخره، ومنهم مسيحيين ويهود وغيرهم، يعني كانوا حينما يغلبون يعتنقون الإسلام بالقوة، وحينما يستجمعون قواهم يقاومون. ولذلك نقرأ في التاريخ أن المغاربة أسلموا وكفروا 13 مرة. لكن حينما جاء المولى إدريس هاربا من موقعة فخ، وهذا منطقة فخ تقع قرب مدينة مكة في الحجاز التي تعرف حاليا بالمملكة العربية السعودية، عن طريق هرب بطبيعة الحال من موقعة فخ لمصر، الجزء الأخير وصل لطنجة، بعدين وصل لمدينة زرهون أين يوجد ضريحه الآن. والذي دله على الطريق هو مولاه خالد. المولى إدريس جاء هاربا، لم يأتي طالبا للحكم. وفي هذيك الفترة العباسيين كانوا يحكمون المشرق العربي والعراق بالحديد والنار. المغرب لم يكن خاضعا لهم. كان في 5 إمارات إسلامية، يعني لم تكن دولة بالمفهوم الحديث للدولة. يعني المغرب رغم أنه عنده قدم في التاريخ طويل، ولكن لم يعرف دولة بالمعنى الحقيقي للدولة إلا في عهد المولى إدريس الأول. طبعا بعد استقبلوه الأمازيغ في قبيلة أورابا، لم تكن كلمة مدينة زرهون مطروحة آنذاك ولا أي شيء. كانت قبيلة أورابا استقبلت هذا الشخص اللي هو واحد من أحفاد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المغاربة الأمازيغ كانوا مؤمنين وكانوا متدينين، وشنو كلمة الأمازيغ تعني؟ الرجل الحر، يعني الأحرار، كانوا يؤمنون بالحرية. هو مولاي إدريس لم يكن يطلب الحكم، هو كان هاربا فقط. ومع ذلك استقبله الأمازيغ في قبيلة أورابا اللي تعرف الآن ب مولاي إدريس زرهون، طبعا نسبة إلى إدريس الأول. وكان هناك ملك على ذيك المنطقة اللي هو عبد الحميد الأورابي. وتحديدا هذه قبيلة أورابا كانوا متدينين، وكانوا يحبون النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاستقبلوا حفيده بالترحاب والقبول وإلى آخره، فأمروا عليهم. هم الذين عرضوا عليه الإمارة ولم يطلبوها. من هنا جات القصة. مولاي إدريس هذا هو من العلويين. فاش نقول العلويين؟ هو أنه نقولوا أشخاص من أسرة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. يعني العلويين، شنو العلويين؟ العلويين الذين يحكموننا الآن هم من أحفاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. يعني ماشي علويين. بزاف كثير من الناس
العلويين، ولكن ما يعرفوش أصلهم منين. حينما نقول العلوي مباشرة نفهم أنه أن هذا العلوي من أحفاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل النبي علي بن أبي طالب عليه السلام. أمره عليهم. وفي هذيك الفترة كان هارون الرشيد هو الذي يعتبر خليفة المسلمين في بغداد. وبالمناسبة هارون الرشيد هذا كان استعصى عليه أمران: المغرب الأقصى أو المغرب العربي، والأندلس اللي بطبيعة الحال كان فيها أحد الأمويين أيضا جاء هاربا وأسس دولة في الأندلس. الذي أسس دولة في الأندلس في نفس الفترة تقريبا اللي أسس فيها مولاي إدريس دولة في المغرب، هو كان أمويا اسمه عبد الرحمن الداخل. أمران استعصى على هارون الرشيد المغرب والأندلس. المغرب في التاريخ الغابر الكثير من الدول الاستعمارية حاولت بكثير إمكانياتها وقوتها العسكرية وإلى آخره فلم تقدر. حتى في زمن الخلافة العثمانية احتلت أجزاء كثيرة من دول أوروبا، والعالم العربي والإسلامي تقريبا كله كان خضع لها ضمن ما يسمى الآن بالمملكة العربية السعودية. ولكن المغرب لم يسبق له أن خضع للدولة العثمانية أو ما يسمى بالخلافة العثمانية. فقط أعتقد في القرن الخامس عشر كانوا الوطاسيين اللي كانت عاصمتهم فاس كانوا يدينون بالولاء للخلافة العثمانية، وأئمة المساجد يدعون في المنابر للسلطان العثماني. ولكن جاء من وراهم السعديين وانتصروا على الوطاسيين الذين لم يعمروا طويلا، والسعديين كانوا ضد العثمانيين. وكان العثمانيون بقيادة السلطان سليمان القانوني يعني يناصرون الوطاسيين لأنهم يدعون لخليفتهم بالنصر في المساجد وغيره. ولكن السعديين كانوا ضد العثمانيين، وحينما انتصروا على الوطاسيين، وطبعا كانت عاصمتهم مدينة فاس، بعث السلطان سليمان القانوني برقية أو رسالة للشيخ أبو عبد الله السعدي يهنئه فيها وإلى آخره، ويطلب منه أن يطلب من خطباء المساجد أن يدعون بالنصر لخليفة المسلمين. فبعث له هذا الخليفة السعدي الأول رسالة لا أتذكر يعني كلماتها بالضبط، وإنما معناها أنه قال له سنلتقي بك في مصر، لأنهم كانوا يحكمون مصر وكان يسميهم بالحواتين، يعني أصحاب قواريب وإلى آخره، يعني هانوا.
ف السلطان سليمان القانوني بعث بجيش جرار عن طريق الجزائر، لأن الجزائر كانت تركية، عن طريق القائم قام اللي كان عنده في الجزائر، ودخلوا عن وجدة، عن طريق وجدة حاولوا محاربة السعدية، يعني في بداية نشأتها. لكن السعديين قاوموهم ولقنوهم درسا فرح. السلطان سليمان القانوني، ربما هذه المعلومات اللي يعرفها الكثير من المغاربة، شغال السياسة، فبعث فرقة متكونة من بضعة أشخاص جاءوا إلى المغرب على أنهم معارضين للسلطان، وأنهم يريدون الاستقرار بالمغرب والولاء لملك سلطان المغرب وإلى آخره. زين. السلطان السعدي الشيخ عبد الله السعدي مع الأسف الشديد ثق فيهم وقربهم ليه، وأعطى الأمر للحشد ديال القضاء أنهم يدخلون عليه متى شاءوا ومتى رغبوا، ما كاينش مشكل. لكنهم حينما تمكنوا منه جزوا رأسه، قتلوه وأخذوا رأسه وغدروا المرأة، يعني وصلوا رأسه للسلطان سليمان القانوني. ابن الشيخ أبو عبد الله السعدي كان قويا، وكان يعني يشبه أباه، فلم يتأثروا بالحديث، ويعني قووا صفوفهم. جاء مرة أخرى الجيش العثماني يهجم على المغرب. قل لي أنت أين لقن المغاربة العثمانيين درسا؟ فين؟ وادي اللبن، في منطقة الحيينة اللي محسوب على الجبال. ثم مساء هلكوهم، وعاد العثمانيون أدراجهم إلى الجزائر إلى آخره. يعني القبائل ديال الجبال، الحيينة، شراكة، تحالفوا وعطاو يعني مسحوا العثمانيين، يعني غلبوهم. وادي اللبن هو مازال في الطريق ما بين في تونس طبعا. وأنا أتمنى أن الدولة المغربية تعطي أهمية لهذا المكان، يعني تضع أي شيء دير أي حاجة تشير إلى أن منطقة وادي اللبن اللي هي في الحيينة تفيد أن هذه المنطقة لقنت درسا للعثمانيين الذين كانوا يزعمون أنهم خلفاء المسلمين ولا علاقة لهم بالإسلام. تفضل ذكرني بأي سؤال. أعطيتمونا صدرا تاريخيا، ولكن لم تجيبونا عن السؤال: من هم الشيعة المغاربة على العموم؟ الشيعة هي يقول العرب الكلام يأتي بعض بعض. الشيعة المغاربة أنا قلت لك هما في الأصل مولاي إدريس هو أصلا من البيت. فاش نقولوا الشيعة في العصر الحديث، من هم الشيعة؟ خلينا من العصر الحديث، ما مازال ما وصلناش للعصر الحديث. فاش نقولوا المولى إدريس اللي هو رابع أحفاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام،
يعني نقولوا أنه هو اللي مؤسس الدولة المغربية الحديثة. بعدو طبعا جاو المرابطين، الموحدين، المرينيين، السعديين، عاد العلويين. بالمطلق الآن الدولة المغربية في قوانينها ودساتيرها ليس بدولة سنية. السؤال هو من هم الشيعة المغاربة؟ هل العموم تجاوز هذا كيفاش السؤال؟ ليست بدولة سنية؟ ليس بدولة شيعية. هي مش، عفواً. أنا ما قلناش دولة شيعية. وأنت أنا أعطيك لمحة تاريخية أن المغاربة، أن اللي أسس الدولة المغربية هو شيعي كان وينتمي. ماشي كان. الآن من هم الشيعة المغاربة؟ ما وصلش الآن. خليني نعطيك لمحة تاريخية. لأن المغاربة بطبيعة الحال، المولاي إدريس الأدرسة منين جاو في 171 أو 172 هجرية المغرب، كان المغرب فيه 5 إمارات تقريبا ديال الإمارات الإسلامية. الآن في 2024 من هم الشيعة المغاربة؟ نجاوبك على السؤال، ماشي مشكل. الشيعة المغاربة في نهاية المطاف هم مواطنين. أنت ما خليتنيش نعطيك اللمحة عن لأن زمن البرنامج قصير، وصلنا خليه يكون طويل، تجاوزنا نصف البرنامج. من هم الشيعة المغاربة؟ أنت تسأل عن الشيعة المغاربة الآن ولا أعطيك لمحة تاريخية منذ المولى إدريس إلى الآن؟ نعم. الشيعة المغاربة طبعا هم مواطنين حالك بحال أي مواطن آخر. التاريخية الآن من هم الشيعة المغاربة؟ الشيعة المغاربة هم مواطنين مغاربة. نعم، نعرف بأنهم مواطنين مغاربة كسائر المواطنين، لكن ما يميزهم عن السنيين. لا يميزهم أي شيء، يعني ما كاينش تمييز بين هذا وهذا. الشيعة المغاربة الآن حتى يعني قبل، أنتم كشيعي ما يميزك الآن في هذه اللحظة عن أي شيء؟ ما كاينش شي حاجة كتميز بين المواطن المغاربة بين شيعي وسني وسلفي وملحد وعلماني وإلى آخره. يعني ما كاينش تمييز. والشيعة المغاربة يعيشون في المغرب كسائر المواطنين، يعني ما عليهم ضغوطات الآن. ما كاينش ضغوطات الآن على الشيعة المغاربة. كيفاش حبيت نجاوبك على سؤال؟ السؤال هو واضح، من هم الشيعة المغاربة؟ عندما نقول الشيعة المغاربة ونلاحظ في وسائل الإعلام وفي الصحف بأن الشيعة واحد مجموعة، أو حتى نقول طائفة، واحد مجموعة من الأشخاص ينتمون للمذهب الشيعي. يميزون أنفسهم عن الآخرين طبعا. بماذا يميزون أنفسهم؟ هذا هو السؤال، من هم؟ هذا هو السؤال. وصل يقول يميزون أنفسهم. أنا لا أرى أن هناك تمييز بين الشيعة والسنة والعلمانيين والماركسيين والشيوعيين واليهود والنصارى، يعني هم مواطنين في نهاية المطاف. ليس تمييز فيما هو قانوني، فيما هو في حقوق، في واجبات، ولكن فيما هو كانتماءات دينية هناك تمييز. بطبيعة الحال هناك تمييز. على العموم ننتقل. أنا بالنسبة لي ما فيش تمييز. على العموم عطيتينا سردية تاريخية لتاريخ الشيعة منذ إدريس الأول وحتى. نقول لك المغاربة كلهم شيعة، حتى الملحدين منهم شيعة، حبهم كرهوا. كيف؟ الأصل ديال تأسيس الدولة المغربية هو شيعي. ما يمكنش تقول لي مولاي إدريس سني. تم القطع مع حتى المرابطين والموحدين والمرينيين وحتى ما عندش علاقة بآل البيت كانوا ينسبون أنفسهم لآل البيت، لأن المغاربة يحبون آل البيت. والأثر ديال التشيع ما زال في المغرب لحد الآن. أحباب الناس وأم كرهوا تتجلى في عاشوراء، في بينو، في الاحتفالات المتعددة بالمناسبات الشيعية. نسمعوا في التراث ديالنا القديم في جبالة على سبيل المثال حزام لاله فاطمة الزهراء في السماء. يعني جميع الحياة ديالنا كلها في المغرب كلها مرتبطة بآل البيت، وما كاينش مغربي واحد سواء سني ولا شيعي
يقول لك انه لا يحب ال البيت. شو هو التشيع؟ شو هو التشيع في اللغه؟ شنو هو التشيع في اللغه؟ هو المناصره او الصحبه في القران الكريم. في الكلام عن سيدنا موسى، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. يعني الشيعه التشيع في اللغه هذا هي الصحبه والنصره. التشيع بالمفهوم المذهبي اذا حبيت هو لم يعني لم يظهر الا في نهايه القرن الثالث الهجري وبدايه القرن الرابع الهجري. عاد ظهر تشيع بالمفهوم ديالو الواضح. بطبيعه الحال بدا من العراق، والعراق هو التشيع في الاصل هو منبت عربي ماشي فارسي. يعني ايران ولا غيرها لا علاقه لها بالتشيع. وانا قلت اكثر من مره ان ما يسمى بالجمهوريه الاسلاميه الايرانيه لا علاقه لها بالتشيع، وان التشيع في ايران فرض بالقوه بدايه القرن الخامس عشر الميلادي، وان ايران كانت سنيه وكانوا فيها المذاهب. ايران شكون فتحها؟ فتحها عمر بن الخطاب. واش عمر بن الخطاب كان شيعي؟ واش كان يدين بالولاء العالي بن ابي طالب؟ علي لم يكن يحكم انذاك. عمر بن الخطاب هو ثاني الخلفاء بعد ابي بكر. وفي عهده فتحت فارس التي تسمى الان ايران، والملك اسماعيل الصفوي هو الذي فرض المذهب الشيعي في ايران بالقوه. والصفوي اللي علمك ماشي ايرانيين ماشي فرس، هما اصلهم اتراك. يعني السلالات التي تعاقبت على حكم ايران شي 19 سلاله اعتقد ماشي فارسيين ماشي ايرانيين. أقصد بأن في فترة مثلا الخمسينات الستينات السبعينات لم يكن يذكر في المغرب اسم شيعي. من قال لك ذلك؟ التاريخ الحديث والمعاصر. التاريخ المعاصر التشيع لم التشيع ما عمره كمفهوم سياسي. أقصد كمفهوم سياسي جاي من الشرق وبالخصوص من إيران. كاينش ايران. انا قلت لك ايران ماشي شيعيه. انا قلت انا لحد الان اقول ان ايران لا علاقه لها بالتشيع. مفهوم سياسي وليس بمفهوم ديني. مفهوم ديني شيء اخر. المفهوم السياسي الان كل علاقه يتم. حنا الشيعة في المغرب قبل من ايران 171 او 172 هجريه. لا علاقه لايران بالتشيع. التشيع في المغرب على ما اعتقد بانه دار في فتره المرحوم الحسن الثاني في اواخر. تقول لي في التشيع المفهوم السياسي ثورة الخميني في 1976. العموم أين يوجد الشيعة في المغرب؟ كيفاش؟ أين يوجد الشيعة في المغرب؟ الشيعة في المغرب موجودين في كل مكان. أعتقد حتى أنت شيعي. ما هو دليله؟ شيعي بالتقاليد بالممارسات بزاف ديال الأمور أنت شيعي. مفهوم سياسي؟ ما تقدر. مفهوم ديني، مفهوم عقائدي، مفهوم مذهبي ماشي سياسي. يعني ما في الكثير من من الممارسات هي في المغرب شيعية أصلا. أنتم في بلادكم في المنطقة اللي تنتمي لها ما يحتفلوا بعاشوراء، وعاشوراء ما عندهاش علاقة بالطبع. لكن أنا القصد هو المفهوم السياسي وليس المفهوم الديني. على العموم متى تغلغلت الشيعة في المغرب؟ كيف؟ متى تغلغلت الشيعة في المغرب؟ بغض النظر على السردية التاريخية اللي ذكرتها. لا هو المغرب الشيعة السياسية. شوف أنا نقول لك، أنا ممكن نجاوبك بطريقة مختلفة باش ترتاح. المتشيعين كاين فرق بين الشيعة والمتشيعين، أو اللي كيسميوهم الإيرانيين حاليا المستبصرين. يعني واحد كيكون سني وكيعتنق المذهب الشيعي كيسموه مستبصر، يعني هو كان أعمى ولا كيشوف الطريق. أنا ضد هاد التسمية. كنجاوبك بطريقة أخرى، هو أن
المتشيعين وليس الشيعة. أنا أفرق المتشيعين المغاربة أو المتشيعات المغاربة يعني يؤمنون بالتشيع لسببين. أولا ما يسمى بالثورة الإسلامية في إيران سنة 1979 قيادة الخميني، أو ما نسمعه من فقاعات حزب الله وإلى آخره. التشيع هذا سياسي كما قلت، متفق معك، هذا تشيع سياسي ماشي تشيع عقدي أو ديني. إذا خدينا مثلا حزب الله بالنسبة لي أنا كشيعي ماشي متشيع هي منظمة إرهابية وخلاص. الدولة الإيرانية الآن، وهذا الشيء راه كتبته أكثر من مرة وصرحت به في القنوات التلفزيونية ماشي في اليوتيوب فقط، أنه إيران لا علاقة لها بالتشيع، وأن الدولة الإيرانية وأن الإيرانيين هم الذين أساءوا إلى التشيع وحرفوا التشيع وخربوا التشيع. من ذلك ما نراه في ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام أو أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، من ضرب على الصدور وإلى آخره والدم وكذا إلى آخره. هذه عادة هندية في الأصل، ما عندهاش علاقة بالإسلام، ما عندهاش علاقة بالتشيع. اللي يشوف هذيك الظاهرة في كربلاء يقول هذا همج، والإسلام مش دين الهمج. هذا ما عندهاش علاقة لا بالتشيع ولا بالسنة ولا بشي حاجة. هو شنو الخلاف بين السنة والشيعة أصلا؟ ما سولتينيش هذا السؤال. شنو هو الخلاف؟ شنو هو سبب الخلاف بين السنة والشيعة؟ هو خلاف سياسي مش عقائدي. لذلك أقول بأن هو خلاف سياسي على الحكم، بأن الشيعة مفهومها السياسي وليس بمفهومها الديني. هل استعملت دائما أصر على الزمن الحاضر، هل استعملت وسائل تدليسية لتغلغل الشيعة في المغرب؟ ما كاينش تغلغل الشيعة في المغرب، لأن الشيعة موجودون في المغرب منذ مئات السنين. كاينش تغلغل. يمكن نقولوا أن التسنن هو الذي تغلغل والوهابية هي اللي تغلغل. يمكن نتحدث عن التغلغل الوهابي في المغرب ولا نتحدث عن التغلغل الشيعي في المغرب. التشيع موجود، هو الأصل في المغرب، ولكن نقول هذا الكلام كتحمل مسؤوليته. التشيع هو الأصل. إلا الأدارسة والسنيين، مولاي إدريس الأول واش مالكي، واش شافعي، واش حنبلي، واش حنفي، واش شيعي. في نهاية المطاف هو من أحفاد أهل البيت، وحتى العلويين من أحفاد أهل البيت. ويمكن العلويين تاهم شيعة، لأن الشيعة شنو هو؟ أنت نسبك ينتهي، إما نسبك ينتهي إلى الإمام علي بن أبي طالب أو تدين بالولاء لعلي بن أبي طالب. ولا أعتقد أن مغربي واحد، أنا قلت لك قبل حتى الملحدين يعني يتنكر لعلي بن أبي طالب عليه السلام. جميع السنة يحبون علي بن طبعا. أبي طالب عليه السلام، ولكن أنا دائما أركز على الجانب السياسي وليس الديني. على العموم شيعة المغرب هل هم لهم ولاء لأمير المؤمنين أم للولي الفقيه؟ أولا الولي الفقيه فيها خلاف بين الشيعة أنفسهم الذين يحكمون إيران الآن، في خلاف. الولي هذا منصب سياسي ماشي ديني، والشيعة المغاربة طبعا يعتبرون أن إمارة المؤمنين في المغرب هي من سلالة آل البيت ومن سلالة الإمام علي بن أبي طالب. أنت ما يمكنلكش تقول لي الملك محمد السادس من سلالة قرطاج ولا الجزائر ولا نيوزيلندا. هو ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، هو من السلالة ديال العلويين.
يعني ما يمكنش الشيعة المغاربي يكون ولاؤهم لشخص آخر إلا بطبيعة الحال الخائنين هذيك شغلهم ما يهمناش. ولكن إيران لا علاقة لها بالتشيع، ما عندهمش علاقة بالتشيع. نختم معكم. جاء في إحدى تصريحاتكم في إحدى القنوات بأنك شيعي علماني، كيف يستقيم ذلك؟ أنا لا أؤمن بالعلاقة بين الدين والسياسة. أنا أؤمن بالدولة العلمانية القانونية التي تحكم بالعدل بين جميع الطوائف. لأنه وبالمناسبة قلت في برنامج تلفزيوني سابق طبعا خارج المغرب أن الدين والدين الإسلامي تحديدا إذا أردنا أن يبقى الدين نظيفا وجميلا وسليما عليه أن يكون بعيدا عن السياسة، والسياسة يجب أن تكون بعيدة عن الدين، لأنه ما يمكنش تجمع بين النقاء والخبث، بين الطهر والخبث. الدين نظيف وطاهر، والسياسة فيها ماكر، فيها احتيالات، فيها كذب، فيها افتراء. السياسة ساسة شيء، السياسة فيها مشاكل، ولكن الدين هو مرتبط بالآخرة وبالله وبالإيمان والعقيدة. وما كاين حتى شي حاجة في القرآن، القرآن كله ما فيش نظام حكم شامل، ما فيش ممكن. ولذلك الدين يجب أن يبقى بعيدا عن السياسة، والسياسة يجب أن تبقى بعيدا عن الدين، حتى لا تدنس السياسة الدين، وحتى يبقى الدين طاهرا ونظيفا وسليما. شكرا لكم على هذه التوضيحات القيمة وعلى هذه السردية التاريخية في موضوع الشيعة والتشيع في المغرب، وإلى اللقاء في حلقة إن شاء الله قادمة. مرحبا. شكرا.